السلام عليكم. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع حساس ومهم جدا وبيمس كل واحد فينا، الضغوط اللي مش دايما بنشوفها واللي بتعمل أزمة صامتة للصحة النفسية في مصر. الكلمات دي مؤلمة جدا، بتفكرنا إن ورا كل رقم بنسمعه أو خبر بنقرأه في روح، في قصة إنسان. دي البداية بتاعتنا النهاردة. هنتكلم في إيه؟ هنبص أول حاجة على حجم الأزمة الحقيقي، وبعدين نشوف ضغوط الحياة الاقتصادية وتأثيرها، وهنتكلم كمان عن الروابط الاجتماعية والعلاقات اللي حوالينا، وطبعا تأثير السوشيال ميديا والعالم الرقمي. وفي الآخر هنشوف إيه طريق المواجهة والأمل. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، وهي الأزمة اللي تحت السطح. علشان نفهم الموضوع صح لازم الأول نعرف حجمه. يا ترى الأرقام بتعمل إيه؟ الرقم ده هو المعدل الرسمي لكل 100,000 شخص في مصر. يعني طبعا كل روح بتروح دي فجاعة في حد ذاتها، لكن من ناحية إحصائية بحتة منظمة الصحة العالمية بتقول إن المعدل ده رسميا مش بيوصل للمستوى. ظاهريا بقى إزاي الأرقام دي بتقول حاجة تانية وإحساسنا العام حاجة تانية خالص؟ ليه كتير مننا حاسس إن الموضوع بقى ظاهرة، والحقيقة إن الفجوة دي سببها بشكل كبير إننا بقينا بنشوف الحواجز دي أكتر بسبب إعلام والسوشيال ميديا. المقاسي دي بقت بتوصلنا أسرع وأوضح. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا ومقلقة في البيانات. الأرقام بتورينا إن معدل الوفيات بين الرجالة يعني هو ضعف المعدل بين السيدات، احنا اللي كسبنا. ودي حاجة لازم نقف عندها. وده بينقلنا لواحد من أكبر الضغوطات اللي الناس كتير بتواجهها، وهي الضغوط الاقتصادية. المشاكل المادية مش مجرد فلوس بتروح وتيجي، لا، هي بتترجم لحاجات بنحسها كل يوم في جسمنا ونفسيتنا. مستمر تعب وإرهاق وصداع وقلة نوم، كل الحاجات دي حاجات بتأثر على حياتنا كلها وعلى علاقاتنا باللي حوالينا. وهنا بقى نقع في حلقة مفرغة ومؤلمة جدا. يعني ازاي الشخص اللي بيعاني أصلا بسبب الضغط المادي هيقدر يتحمل تكاليف المساعدة النفسية اللي هو محتاجها؟ الواقع للأسف بيقول إن في ناس كتير بتضطر تقلل من جلسات العلاج بتاعتها أو حتى توقفها خالص، ببساطة لأن التكاليف بتزيد وفي أولويات تانية لازم تتغطى. يعني الضغط اللي عامل المشكلة هو اللي بيمنع حلها. طيب بعيدا عن الفلوس والاقتصاد، في عامل تاني مهم جدا بيمثل الشبكة، أمان لينا كلنا، والروابط الاجتماعية. الخبراء بيسموه ده التفكك الأسري. يعني إيه؟ يعني لما البيت والأسرة اللي هما المفروض يكونوا مصدر الأمان والدعم بيتحولوا هما نفسهم لمصدر ضغط وتعب نفسي. طب إيه اللي بيوصلنا لكده؟ ممكن تكون خلافات مستمرة بين الزوجين، وضغوط مادية زي ما قلنا، مشاكل إدمان سواء لمواد معينة أو حتى للإنترنت، أو ببساطة مفيش تواصل صحي بين أفراد الأسرة. كل الحاجات دي بتخلي الروابط دي تضعف جدا. والكلام ده مش مجرد انطباعات، دي دراسة اتعملت في القليوبية وبتورينا بالأرقام إزاي الحالة الاجتماعية بتفرق. شوفوا كده، الفئة الأعلى في مستوى الخطورة هم الغير متزوجين، يجوا بعدهم الأرامل، وبعدين المطلقين. أقل فئة معرضة للخطر هم المتزوجين، وده بيورينا قد إيه وجود شريك داعم ممكن يفرق. خلصنا الاقتصاد والعلاقات، نيجي بقى للضغط الثالث الكبير اللي عايش معانا كلنا، وهو العالم الرقمي والسوشيال ميديا. في دراسة اتعملت ودي نتائجها مقلقة شويتين ثلاثة الصراحة. الدراسة دي لقت ان في علاقة مباشرة وقوية جدا بين زيارة المواقع اللي بتروح لأفكار إيذاء نفسي وبين الشخص نفسه تبدأ تجيله الأفكار دي. يعني مش بس نوعية المحتوى، لا، كمان كمية الوقت. الدراسة بتقول إن قضاء من 4 ل6 ساعات يوميا على السوشيال ميديا
ممكن يكون مؤشر خطر لوجود أفكار انتحارية. تخيلوا من 4 ل6 ساعات. الموضوع مش بس المواقع دي، زي ما بتقول الدكتورة سوسان فايد أستاذة علم النفس، طريقة عرض الإعلام والدراما اللي في مشاهد العنف أو الانتحار والتركيز على تفاصيلها ممكن من غير ما يقصدوا يقدموا زي كتالوج أو سيناريو لناس ممكن تكون بتمر بظروف نفسية صعبة فتقلد اللي بتشوفه. طيب بعد ما اتكلمنا عن كل ده، الضغوط دي، ايه المهم بقى دلوقتي؟ نشوف الجانب التاني. ايه الحل؟ ازاي ممكن نواجه؟ وفين الامل؟ وفين الحاجات الحلوة دي؟ الخبراء بيقدموا شوية خطوات عملية وبسيطة ممكن تساعدنا كلنا لما نحس ان الضغط زاد قوي. اول حاجة لازم نعرف بمشاعرنا دي ونفهم هي جاية منين. وتاني حاجة نستخدم التشتيت. يعني نعمل ايه؟ نشاط بسيط علشان نكسر دايرة الافكار المقلقة دي. وتالت حاجة نحاول نخلق لحظات سعيدة صغيرة ونسجلها. ورابعا نهتم بالبيئة اللي عايشين فيها ونخليها هادية. وأخيرا نركز على الحاجات اللي في إيدينا نقدر نغيرها. بس الأهم من كل ده، أهم رسالة لازم توصل، إن طلب المساعدة المتخصصة ده شيء ضروري جدا. في موارد متاحة زي الخط الساخن والأمانة العامة للصحة النفسية ومنصات العلاج الأونلاين. الوصول للمساعدة ده مش ضعف، بالعكس أكبر علامة للقوة. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والمهم. المسؤولية هنا مش فردية، دي مسؤولية اجتماعية. إزاي كلنا إزاي كلنا في مجتمع واحد نقدر نشارك في بناء شبكة أمان نفسية حقيقية للكل؟ إزاي نخلق بيئة الناس مش بس بتنجو فيها، لأ، بتقدر تعيش بجد. وكده خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.